ذكرى شاعر وأديب وقصاص وناقد وذكرى صديق. تلك جملة من الذكريات التي تتردد في ذكرى وفاة المازني رحمه الله. ولولا أن الصداقة شأن يعني المتكلم ولا يعني حضرات المستمعين لقدمتها إلى المكان الأول بين هذه الذكريات، ولكنني أقدم من صفاته في ذكراه صفة تجب لها العناية في حساب الأدب والتاريخ، ويتناولها البحث كثيرا في سياق الكلام على ملكاته وعلى أعماله الأدبية، وهي ملكة الشاعرية. منذ أيام جرى ذكر المازني كما يجري في كل ندوة أحضرها، فسألني أديب سوداني: أصحيح أن المازني طلق الشعر برأيكم ومن أجلكم؟ قلت إنه بالبداهة غير صحيح، لأن رأيي الذي أعلنته غير مرة أن المازني شاعر مطبوع، وأنه إذا وجب أن ينتمي إلى الشعر أو إلى الكتابة فالشعر أولى به من الكتابة. وقد عاتبته في مقال نشرته لاستخفافه بشاعريته، وقلت إن هذا الاستخفاف حيلة منه كعادته، إذ يلقي إلى الناس كل ما ينفسونه عليه، فإذا علموا أنه لا يبالي الشهرة بالشعر أقصروا عن الممانعة في هذه الشهرة، كعادتهم أيضا في منع كل مطلوب والسخاء بكل مجهود فيه. وقد يسبق إلى الذهن أن الإنسان أعرف بنفسه وأقدر على وزن أعماله وملكاته، ولكننا لا نراجع هذا الظن هنيهة حتى ينكشف لنا مقدار الخطأ الكبير الذي ينطوي عليه. إننا لا نتلقى ثناء الإنسان على نفسه حجة قاطعة في تقدير حقه، ولا نقول لمادح نفسه إنه أعرف بها من سواه، وينبغي أن يسري ذلك على الذم كما يسري على المدح. فالواقع أن العقل يصيب في الحكم على قدر استقلاله بين دوافع الشعور، وليس من السهل أن يستقل الإنسان عن شعوره بمواطن قوته ومواطن ضعفه أيضا، فهو عرضة للمبالغة في الحالتين. وقد يكون ألمه من شعور الضعف أشد من ألم الغريب، بل قد يكون الكمال الذي تطلع إليه ولم يدركه واضحا أمام عينيه محتجبا عن سائر العيون، فلا توزن الحقيقة وزنا صحيحا بميزان سخطه ورضاه. قيل لأب حكيم: أي أبنائك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يحضر، والمريض حتى يشفى. فالأب يعطي أبناءه الحب على قدر حاجتهم إليه، ولا يعطيهم الحب على قدر استحقاقهم إياه. وشبيه بهذا حب الأديب لثمرات أفكاره، فإنه قد يحابي في حبه، وقد يزيد في جانب وينقص في جانب، على قدر الهوى لا على قدر الحساب النزيه والنقد الصحيح. ولا ننسى في جميع هذه الاعتبارات أن الحكم الأول والأخير على عمل من أعمال الأدب إنما يرجع إلى محاسن ذلك العمل وعيوبه، وإلى المقاييس الصحيحة التي نقيس بها تلك المحاسن والعيوب.